شهر مارس السنة دي هبوط في سعر البورصة، هبوط في سعر البيتكوين، رفض الموظفين فيدراليين، تعريفات جمركية على كندا والصين وأمريكا والمكسيك. بنتكلم على قوانين لصالح البيتكوين وقوانين مش واضحة عن البيتكوين. كل الكلام ده حصل في أول جزء من شهر مارس. أنا مش عارف الدنيا هتخلص فين. خليك معايا، هتكلم على كل الأخبار دي والحاجات دي كلها هتأثر في طريقة فهمنا للاستثمار السنة دي. يلا بينا. أول ما أبدأ الحلقة لازم أقول رمضان كريم علينا وعليكم. طبعا السنة دي سنة مختلفة مليانة أخبار ترامب. تقريبا الست أسابيع الأولانيين كل يوم كل أسبوع في خبر جديد بيطلع من ناحية ترامب. هو عنده استراتيجية قوية قوي إن هو يشكل الاقتصاد في أمريكا وفي العالم كله عشان يقدر يثبت إن الكامبين بتاعته أو الحملة الانتخابية بتاعته حملة ناجحة. هبدأ بالخبر الأولاني وهو بيركز على سعر البيتكوين. سعر البيتكوين فوق وتحت كل يوم خلال شهر مارس. في عوامل كتير قوي بتأثر على الموضوع ده، بس أنا عايز أتكلم على الخبر الأقوى أو الأكبر اللي أثر جامد قوي في سعر البيتكوين وخليه يتذبذب كده. أول حاجة، أول يومين في مارس ترامب طلع تويت وقال إن هيبقى في احتياطي وطني من البيتكوين. الكلام ده كان جميل بس محدش فاهم الديتيل أو التفاصيل بتاعة البلان دي. لو هو كان بيفكر ان هو يبدأ يشتري بيتكوين معنى كده ان سعر البيتكوين هيطلع. لو هو بيفكر ان هو يستخدم البيتكوين اللي الحكومة الفيدرالية استحوذت عليه من عمليات اجرامية، ده عدد صغير قوي من البيتكوين ومش هيهز الدنيا جامد. فعشان كده الدنيا كانت طالعة ونازلة، محدش عارف الحكومة هتبقى خطتها عاملة ازاي مع البيتكوين. في نفس الوقت طلع خبر قالك ان هو الاحتياطي الوطني ده مش هيبقى بيتكوين بس، ده هيبقى فيه كذا عملة رقمية تانية. العملات الرقمية اللي هي انشئت في امريكا او دي كول دي امريكان كوينز. طبعا انا قعدت مستني من يوم 2/3 لحد يوم الجمعة 7/3 لما عملوا المؤتمر وسمعت الخطة زي ما قلت ان امريكا بتفكر في المستقبل ان هي تزود عدد البيتكوين اللي موجود عندها، بس هي مش هتقدر تشتري، لان معنى ان ترامب يروح يشتري بيتكوين معنى كده ان الكونجرس او مجلس النواب ومجلس الشيوخ لازم يوافقوا على خطة وعلى بادجت ان دونالد ترامب يروح يشتري بيتكوين بسعر الدولار. معنى كده انت بتبيع الدولار بتاعك وتشتري بيها بيتكوين. الموضوع ده هيبقى صعب قوي. ما اعتقدش ترامب دلوقتي او في الفتره الاقتصاديه اللي امريكا فيها تقدر تقنع مجلس النواب والشيوخ حاجه زي دي ممكن تحصل. اللي حصل ايه؟ اليوم اللي التويت طلعت البيتكوين طلع بعد المؤتمر بتاع البيتكوين ده يوم 7/3 البيتكوين ابتدى ينزل تاني. الفكره كلها دلوقتي ان البيتكوين في اخر السايكل بتاعته احتمال ينزل من 86,000 دولار، احتمال ينزل للريزيستنس لاين في الستينات، واول ما يوصل الستينات اعتقد ان هيبقى سعر مناسب قوي للناس ان تقدر تشتري تاني بيتكوين. بس دلوقتي اعتقد ان انت لو بتفكر تستثمر في البيتكوين، انا شايف ان انت تستثمر بشكل تدريجي. يعني انت لو عندك 1000 دولار مثلا او 1000 جنيه او 1000 ريال او 1000 درهم عايز تشتري بيها بيتكوين، ما تشتريش كلها في يوم واحد. ابدأ اشتري ب 20% من المبلغ اللي معاك لمدة كل اسبوع. اشتري ب 20% على مدار 5-6 اسابيع مثلا، او 15% او 10%. انت مش عارف ايه هو اقل سعر ممكن تقدر تشتري بيه البيتكوين. فانت لو قسمت المبلغ اللي انت عايز تشتري بيه ده على 6 اسابيع هتافرج السعر الاوطى سعر موجود للبيتكوين. يعني انت لو اشتريت مثلا ب 86 بعد كده ب 80 بعد كده ب 75 بعد كده ب 70، انت مش عارف هيوصل اخره التحت بتاعه ايه، لان هو ممكن يطلع من 70 ل 75 وما فيش 65، يبقى انت راح عليك اقل سعر لشراء البيتكوين. الخبر التاني اللي اعتقد بيأثر على البيتكوين بشكل غير صريح وهو التعريفات الجمركية اللي مجننة كل الناس. مفيش حتة هتروحها مش هتسمع كلمة تعريفات جمركية. ايه التعريفات الجمركية؟ ازاي الحرب اللي بيعملها ترامب دلوقتي على كندا والمكسيك؟ ايه هي ابعاد الحرب دي؟ دونالد ترامب من الحاجات اللي هو حب يقولها في الحملة الانتخابية بتاعته هيزود قوة اقتصاد امريكا وهيقلل فرق ما بين الاستيراد والتصدير اللي موجود ما بين امريكا ودول كتيره امريكا بتستورد منها. امريكا بتستورد حاجات كتير قوي من كندا والمكسيك لان هي جيرانها. المكسيك تقريبا بتورد لامريكا حوالي 80% من الاكل والشرب والبيض والحاجات الزراعيه. الصين طبعا انتوا عارفين الصين بتصدر لامريكا كل حاجه. دونالد ترامب فكرته ايه او اللي هو قاله في التلفزيون، وده في فرق كبير قوي ما بين اللي هو قاله في التلفزيون وما بين اللي الناس فهمته والحقيقه. هو قال لك ان انا لو زودت التعريف الجمركيه على كندا والمكسيك هقدر انمي الاقتصاد بتاعي، هقدر اقلل الضرايب اللي بفرضها على الناس. يعني انا هقلل الضرايب اللي بفرضها، الضرايب العمل يعني الفلوس انت تدفعها لما بتشتغل، وهزود التعريفات الجمركيه على الحاجات اللي جايه من بره، وده هيساعد الاقتصاد الامريكي ان هو يعمل ريبالانس
بالانسنج، يعني انا ايه، هخلي الحاجات اللي جايه من بره عليها تعريفات جمركيه وهقلل الضرايب على الناس، فالناس هيبقى معاها فلوس اكتر، والحاجات اللي هتيجي من بره تيجي عليها تعريفه جمركيه. في ناس كتيره قوي مؤيدين لترامب متخيلين ان الضريبه او ال 25% اللي هيحطها على المكسيك وكندا، ان المكسيك وكندا هتدفع التعريفه الجمركيه دي 25%، وده غلط. التعريفه الجمركيه بتتحط على البضاعه المستورده من بره. المورد اللي في البلد هو اللي بيدفع التعريفه الجمركيه. يعني انا دلوقتي انا عندي موبايل وانا عايش في امريكا، هبعت الموبايل ده لاهلي في مصر، هيستلموا الموبايل ولازم هم اللي هيدفعوا التعريفه الجمركيه عشان يستلموه، وهيدفعوا التعريفه الجمركيه دي للحكومه المصريه. او المورد، لو انا مش بتكلم على فرد، بتكلم على مورد، لو بتكلم على شركه، هم اللي بيدفعوا التعريفه الجمركيه. المورد ده لما بيدفع التعريفه الجمركيه بيزود سعر المنتج وبيزود القيمه بتاعت التعريفه الجمركيه دي على المنتج، عشان كده الاند يوزر او المستهلك الاخير هو اللي بيدفع التعريفه الجمركيه. اللي عايز اقوله ان هو لما قالها، قال ان الحكومات بره هي اللي هتدفع التعريفه الجمركيه دي، او هم اللي هيدفعوا زياده اللي هتيجي على المنتج دي، بس الحقيقه ان الناس هنا في امريكا هي اللي هتدفع التعريفه الجمركيه دي. التعريفه الجمركيه على كندا هتاثر على حاجات كتيره قوي. قال لك ان هو هيقلل الضرايب على الناس اللي بتشتري عربيات امريكيه. لو انت مثلا واخد قرض عشان تشتري عربيه امريكيه، انت هتدفع فايده اقل على القرض بتاعك. اللي اكتشفوه ان فورد، وهي من اكبر شركه تصنيع عربيات في العالم، وهي اكبر شركه امريكيه موجوده دلوقتي تصنيع العربيات، زي تسلا، انا ممكن تكون تسلا اكبر دلوقتي. فورد بتجمع عربياتها في كندا والمكسيك. يعني فورد نفسها العربيه الامريكيه بتتجمع في كندا والمكسيك. يومين بعد ما اول مارس بدا والتعريفه الجمركيه اللي ترامب قال لك ان هي هتبقى ماشيه، وقفها تاني ومدها لمده شهر. كندا ابتدت تقول ان هي هتمنع الكهرباء وهتمنع حاجات كتير قوي رايحه لامريكا، تمنع الشراء. عندهم 150 مليار دولار بادجت بيشتروا منها حاجات من امريكا، يبداوا يشتروا حاجات دي من دول تانية. اللي بيحصل ده اعتقد ان ترامب فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. الهدف من الضغط ان هم ييجوا يعملوا زي رينيجوشيشن، بيعملوا مفاوضات جديدة على انواع او ازاي التجارة ما بين الدول دي هتبقى ماشية. هو الموضوع ده هيفضل مؤثر على حركة الاقتصاد في العالم، ده هيأثر على نوعية الاستثمارات اللي هتكبر في الفترة اللي جاية دي. طالما انت ابتديت تزق في الاكل والشرب، معنى كده ان المستثمر او الناس العادية او البنوك هيبقى عندها نوع من انواع الخوف ان هم تحطوا فلوس زياده في اي حاجه او تعمل اي نوع من انواع الاستثمار الزياده. دلوقتي وقت الناس بتلم فلوسها بتحطها في البنك، بيستنوا كاش، مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. التعريفات الجمركيه وقفت لمده شهر بس، هنفضل في الدوامه دي لحد ما امريكا وكندا والمكسيك يوصلوا لحل. واعتقد ان هو اول ما ترامب هيوصل لحل مع كندا والمكسيك، هيلف لاوروبا، هيعمل مع اليوروبيان يونيون نيجوشيشن، وبعد كده هيروح لانجلترا. سمعت اخبار كتير عن الحاجات اللي هو بيفكر فيها مع انجلترا وممكن تأثر على سعر الذهب وسعر البيتكوين، بس ده انا ممكن اتكلم فيه في حلقة تانية. اخر حاجة، واعتقد برضو من الاخبار المهمة والاخبار اللي بتدي نوع من انواع الخوف، بتزود الخوف او بتقلل حجم الاستثمارات بتاعت الناس العادية والاستثمارات في البورصة وفي البيتكوين، هي ان ايلون ماسك والدوج او التيم اللي هو بناه علشان يعمل زي نوع من انواع الاوديت، بيعمل رقابة على الوزارات. ايلون ماسك دلوقتي ما حدش عارف يوقف، واخد دعم كبير قوي من دونالد ترامب، ماشي في كل الكابينت، كل الوزارات في امريكا، بيقدر يعمل، وهو والتيم بتاعه يقدر يعمل تحليل لكل البيانات وكل الحركات اللي بتحصل في كل وزاره. ابتدى يرفد ناس كتير قوي في وزارات كتيره، بس هو برضه ابتدى يكتشف معلومات اعتقد ان هي يعني ابتدت تدي للناس ايحاء ان كان في فساد كتير قوي بيحصل ايام جو بايدن. من الحاجات اللي هو اكتشفها، في ناس كتيره بتطلب معاشات، ان في حاجه اسمها سوشيال سيكيورتي نمبر او ضمان اجتماعي. الناس اللي قدم على ضمان اجتماعي بتاخد فلوس كل اول شهر. اكتشف ان في حوالي 100 مليون او اكتر من، ممكن يكون ما بين 50 مليون ل 100 مليون، مش فاكر الرقم بالظبط، ناس عندها اكتر من 110 سنه، من 110 ل 120 ومن 120 ل 130، في اعداد كتيره قوي من 110 ل 200 سنه. ففي طبعا في فساد، في ناس كتيره قوي بتقدم على معاشات وهي ممكن ما تكونش موجوده، في ناس اهلها بتقدم على المعاشات وهي الناس دي تكون ماتت ومش بتسجل ان هم ماتوا. برضه هو ايلون ماسك طلب من كل الناس اللي شغاله في الحكومات في امريكا، وده عددهم حوالي 2 مليون موظف في الحكومه في امريكا، طلب منهم ان كل اسبوع
اسبوع يكتبوا 5 حاجات عملوها في الاسبوع ده زي نوع من انواع التقرير. طبعا الناس قامت وقعدت وقال لك ان في وزارات تشتغل حاجات سريه. هو طلع وقال لك انا الهدف من الموضوع ده مش ان انا اقرا التقرير، الهدف من الموضوع ده ان انا اعرف من ال 2 مليون الناس اللي شغاله في امريكا في الحكومه، هل كلهم بيشتغلوا؟ هل كلهم عندهم اكسس للايميل؟ هل كلهم عندهم القدره ان هم يردوا على ايميل؟ امريكا 200 وحاجه مليون نسمه، لو في 2 مليون منهم شغالين في الحكومه، 200,000 من ال 2 مليون دول مش شغالين بجد. ايلون ماسك قال لك انا هدفي ان انا اطلعهم من الحكومه واقلل البادجت بتاعه المرتبات بتاعه الحكومه في امريكا. وانا شايف ممكن يكون هدف كويس، بس التطبيق بتاعه مش تطبيق سهل ومش تطبيق فير او عادل، لان في ناس كتير قوي اترفضت الفتره اللي فاتت دي. بيقول لك عشرات الالافات. النظام الفيدرالي او الحكومه الفيدراليه بتسمح لان يبقى في وزارات بيبقى ليها دور ان هي تخدم على كل المحافظات. تخيل انت لو في امريكا وشغال في وزاره التعليم، انت وزاره مركزيه بتدي مساعدات لاقسام التعليم في المحافظات، عشان ده نظام فيدرالي. كل محافظه او كل ولايه عندها بادجت بتاعتها وعندها محافظ بتاعها او عمده بتاعها. الماير ده هو اللي يقدر يتحكم في البادجت ويصرف من البادجت بتاعته على التعليم، على الصحة، على الحاجات التانية. طبعا في ناس بتسيب شغلها. دونالد ترامب بيطلع بعديها بأسبوع أو 2 يقولك إن أنا هعمل مشروع كذا مع شركة كذا وهتدي 20,000 فرصة عمل في ولاية اريزونا او في ولايه اركنسا او نبراسكا. فهو بيحاول يطلع اخبار بتساعد ان في شغل بيطلع، بس هو في ناس بتترفض اكتر من الناس اللي بتشتغل. الخلاصه بتاعت الفيديو ده، احنا رايحين فين مع البيتكوين؟ من الواضح ان سعر البيتكوين هيفضل ينزل الفتره اللي جايه. مفيش اخبار بوزيتيف كتيره. اعتقد ان دونالد ترامب قال لك اللي فيه مفيد دلوقتي. ما اعتقدش ان الاقتصاد والتعريفات الجمركيه والناس اللي بتترفض، كل الاخبار اللي انا اتكلمت فيها دي تسمح لاي حد انه يبدا يستثمر في البيتكوين. مش وقت رائع ان انت تشتري فيه بيتكوين بشكل كبير، بس الناس اللي بتفكر في البيتكوين في 5 سنين ل 10 سنين اللي جايين، اعتقد ان انت مش هيبقى فارق معاك لو في داون تيرن دلوقتي او في هبوط دلوقتي. كده كده احنا متاكدين ان اللي سعر البيتكوين هيوصل ل 150 200 الف دولار، ممكن نص مليون دولار خلال ال5 سنين او ال10 سنين اللي جايين. هل هيبقى عندنا مشاكل كتيره مع الحكومه هنا في أمريكا بسبب التقلبات، بسبب الموقف السياسي مع أوكرانيا أو روسيا، مع خلاف السياسي مع التعريفات الجمركية مع المكسيك وكندا؟ أنا شايف إن الكلام ده كله مش وحش قوي. أنا شايف إن الحاجات دي أصلا بتبدأ بتعمل توتر حركة البورصة لما بتنزل دلوقتي علشان الأخبار الوحشة دي. معنى كده إن لما الأخبار الوحشة دي تبدأ تتحسن شوية، البورصة هتعلى بشكل قوي قوي. فأنا شايف إن اوفر اللي بيحصل يعني ما يخلكش تستعجل تعمل اي حاجه، بس في نفس الوقت مش لازم تخاف ان هيبقى فيه هبوط او كارثه اقتصاديه ممكن تحصل. لان الاخبار الوحشه لما بتيجي جراديولي، مش زي مثلا الكوفيد، مش زي مثلا الكارثه بتاعت 2008 في الريل استيت. اعتقد ان احنا الفتره اللي فيها دي فتره ترقب، واتمنى ان شاء الله في اخر شهر مارس نعمل حلقه ريكاب على كل الاخبار اللي حصلت في شهر مارس. اتمنى ان يكون ان البوزيتيف نيوز هتبقى ان احنا نبقى ماشيين في البيتكوين متجه على $100,000 تاني او $150,000 تاني. لو عجبكم الفيديو ده، لو سمحت اعمل لايك وسبسكرايب، اعمل شير مع اصدقائك، اكتب لي كومنت لو في اي حاجة عاوز تعرف او عاوزني اتكلم عنها في الحلقة الجاية. سلام.